بزاف ديال الناس تيدويو على ساميه بنت نجاة عتابو. شنو واقع لساميه بنت نجاة عتابو؟ وهذا الشيء هذا اللي تيدور. الا ما كنتيش عارف هذا الفيديو هذا ليك، ساميه بنت نجاة عتابو هذا اليومين هذا دارت حفل الزفاف ديالها، الزواج. الدريه غادا تزوج بواحد الراجل اللي هو مغربي ولكن تيمشي للخليج، عايش في قطر، وهنا ما عارفين عليه حتى شي حاجه، لانه دخل الحياه دار ساميه بنت نجاة عتابو، وغادي يقرروا انهم يتزوجوا. ونهار العرس ديالها غادا تعيط ليها الزوجه الاولى ديال الزوج ديالها حاليا، وغادا تقول لها واش في راسك ان السيد اللي انت دابا مزوجه به وكديري العرس انت وياه راه راجلي، رانا مزوجه به. ما تاقتش وخلات انه العرس يكمل، ونجاة عتابو ناضت غنات في العرس ديال بنتها ساميه. ولكن من بعد ما داز العرس غادي يديروا تحريات ديالهم وغادي يلقاو انه فعلا مزوج. وهنا فين خرجت الدريه ساميه بنت نجاة عتابو تدوي وتتعتذر وتتقول للزوجه الاولى ديال الزوج ديالها انها ما كانتش عارفه ان داك السيد اللي هي تزوجت به راه مزوج بك انت. وعلى القول ديالها تتقول ان كنت عارفه انه مزوج بك انت او لا بشي وحده اخر، حتى السلام ما غاداش نقولها ليه في الطريق. غادا تكون الساميه بنت نجاة عتابو بهذه العباره هذه كالاتي، غادا تقول انني مازال في الحنه ديالي وتنطلب براتي. ما نكذبش عليكم، انا صراحه دابا حاليا كنحس بواحد الحزن عميق، كنحس بان تغدرت، لان هذا الغدر. انا حيت انا هذا السيد هذا كون كان مثلا مطلق وجا قال لي فلانه انا راني مجوج وطلقت وكذا، هذه حاجه اخرى. انا ربي حلل الزواج كما حلل الطلاق. ما عمرو دوا معايا في هذا الموضوع نهائيا. كنقسم لك بالله اختي وسمحي لي، واخا ما درت لك انا والو، راه معايا والو، راه صدومه بحالكم. ما سمحي لي بزاف انت ووليداتك، مي انا راه ما عمري ما كنت سايقه الخبر. هادشي تصدمت بحالكم، واثنين غنساليو هادشي هذا. انها غادا تطلق وما عزيزش عليها التعدد، ومن حقها الدراري واخا شرع عطى ربعه اسيدي خصك تدخل بالموافقه ديال الزوجه، انها موافقه بثلاثه او بجوج او باربعه، دوزو بخير.